ليش المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات العسكرية؟ ليش المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع الأجنبية. ثمة خلاف كبير. المشكلة الأساسية في قضية الصحراء بين جبهة البوليزاريو والمغرب. الجزائر تدعم تطوير مصير الشعب الصحراوي. يعني أن المشكلة ليست طرف بين طرفين، بين جبهة البوليزاريو والمغرب فقط، ولكن الجزائر. مين خلق البوليزاريو؟ مين بيدفع لنا البوليزاريو غير الجزائر؟ وليش عم تمولوا؟ وليش عم تمولوا؟ الجزائر تفتخر يعني أنها تساعد هذا الشعب. تساعد هذا الشعب. بتمول إرهابيين في لا ما تقول إرهابيين يا ست. شفتيهم بعينك إرهابيين؟ هو شعب مضطهد. ما فينا نشوفهم. ليش بيخلوك تروح تشوفهم؟ بين المغرب وافريقيا، خاصه وان المغرب انسحب من الاتحاد الافريقي. نعم، بسبب الجزائر، بسبب الصحراء الغربية. بسبب الصحراء الغربية. الصحراء المغربية. لا ليست مغربية. لا ليست مغربية. إذا كان ترى نرجع للتاريخ، هي ليست مغربية. ليست مغربية. ليست مغربية. لو كانت هذه الصحراء مغربية، بأي منطقة؟ إذا حتى المغرب كان يوصل لموريتانيا، كيف اليوم الصحراء مش مغربية؟ في المغربية كانت الدولة المغاربية. نتكلم عن الدولة المغاربية. الدولة المغربية الآن، الصحراء الغربية لم تكن. العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات العسكرية؟ ليش المؤسسة العسكرية الجزائرية صنعت حربا أهلية في الجزائر، صنعت حرب الرمال مع المغرب، صنعت جبهة البوليزاريو تمونها بالمال والعتاد والسلاح، حولت المغرب العربي إلى بؤرة لأطماع أجنبية. ماذا فعلت المؤسسات